السلام عليكم. كتير مننا بيحتار على الغدا، ما بيبقاش عارف يطبخ ايه. حبيت النهارده اعمل معاكم ربع لحمه وربع فرخه بس. ربع صدور فراخ، احلى طواجن ممكن تجربوها. ناس كتير بتروح بره تاكل الطواجن دي ومتبقاش عارفه ان اللحمه دي طبعا مصدرها ايه، او الفراخ. هنعملها في البيت بكل سهوله من ربع لحمه زي ما قلت لكم مفرومه وربع صدور فراخ. هتعملي اجمل طواجن ممكن تجربوها. وازاي الطواجن بتاعتك تطلع زي جميله كده، زي ما انتم شايفين قد ايه شكله حلو قوي. والطعم بقى ولا كلمه. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه خالص زي ما قلت لكم، انا جبت ربع لحمه مفرومه واقل كمان من ربع لحمه مفرومه. وحوالي كده صدر بانيه قطعته شرايح زي الشاورما. زي ما انتم شايفين كده، حبيت ان انا اعمل يكون بتعمل يعني طاجن باللحمه المفرومه وطاجن بالفراخ. عسلكتهم ببصله زي ما انتم شايفين كده، تمام. او عايز تعمل الفراخ بتاعتك شاورما، اللي انت عايزاه. هنا حطيت بصلايه وعسلكت اللحمه، وهنا حطيت بصلايه للفراخ وعسلكت الفراخ بتاعتي. هبدا اجيب الطواجن. تمام، الربع لحمه عامل معايا طاجنين فخار. وواحد كده ايه واحد المونتال، يعني لو عندك سرفيس المونتال تقول كده، او تيفال. هبدا احط نص كميه اللحمه في طاجن، ونص كميه الفراخ في طاجن. وبعد كده هنزل عليها بشويه صلصه من فوق زي ما انتم شايفين كده. يعني فوق اللحمه هحط شويه صلصه. الصلصه عباره عن ايه؟ طماطم وفصين من الثوم وبصلايه وملح وفلفل وسبع بهارات. وبعد كده هنزل بالمكرونه المسلوقه. التلات طواجن دول خدوا معايا بالظبط كيلو مكرونه. وفي الاخر هبدا احط الصلصه من على الوش. عايزه اقول لكم الطواجن دي كانت طعمها في منتهى الجمال. هنشرح تاني مع بعض احنا عملنا ايه. جبت كيلو من المكرونه، وجبت الكيلو المكرونه بالظبط خد 2 كيلو من الطماطم. عمل معايا الصلصه اللي انتوا شايفينها دي. دخلتها الفرن على درجه حراره 200، واحول 10 دقايق بالظبط، لان كل المكونات بتاعتي مستويه، ياخد لون بس كده من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نقلبه مع بعض ونشوف قد ايه شكله حلو جدا. ممكن تعملي جنبه دقه وشطه اكنك في المطعم بالظبط، عشان ما تحسيش ان انت بتاكلي يعني بره. لا، مش من بره، انت كده كل حاجتك في البيت عاملاها. بصوا، عايزه اقول لكم هو كان سخن قوي فكنت بشيله بالعافيه. ده طاجن الفراخ ما شاء الله مش لازق خالص، عشان بحط نقطه الزيت في القعر بتاعه. وده شكله في منتهى الجمال. تعالوا بقى ايه ما نطلع اللحمه كمان. ما شاء الله مفيش اي حاجه كده لزقت في الطاجن خالص، ولا اللحمه ولا الفراخ. بجد شكله حلو قوي. اتمنى بجد يكون طريقه الطاجن عجبتكم. حطوا لايك بقى للفيديو، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس. وعملت واحد ميكس كده بين اللحمه وبين الفراخ. عايز اقول لكم طعمهم حلو جدا ومظبوطه ما شاء الله، مفيش اي حاجه فيه خالص مهريه ولا مفتفته. شويه بقى كاتشب، شويه مخلل، شويه سلطه جنبه، وكده تبقى عملتي اجمل اكله سهله ومش مكلفه. وغيرت كده شويه في طريقه الاكل بتاعتك. زي ما انتم شايفين ده ما شاء الله كمان مش لازق. اسيبكم بقى فيديو جديد، مع السلامه.